اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان الخبر اللي معانا خبر محزن، وهو انتحار فتاة إيتاي البارودي. وكشفت عن هذا الخبر الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها عبر قناة أون. علقت الإعلامية لميس الحديدي على وقعة فتاة إيتاي البارودي علياء التي انتحرت من الدور الخامس من منزلها في مدينة إيتاي البارودي في محافظة البحيرة، عقب كتابتها بوست على فيسبوك تتهم فيه ابن عمها بالتحرش بها وهي صغيرة، ولم تصدقها أسرتها. وقالت لميس خلال تقديمها لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية أون أن حادث علياء يجعلنا نفكر أن الفتاة تحدثت بعد سنوات طويلة، وصدمنا عدم تصديق أسرتها لها، وده عمل أدى لمشاكل نفسية أخرى وخلافات مع أسرتها. وواصلت: لازم نقف ولازم نفكر في هذا الموضوع بشكل مختلف، واحنا بنقول لأي فتاة لما تتعرضي للتحرش احكي وقولي، لكن عندما تتحدث لأسرتها ولا تصدقها يصيبها اليأس. وعلى الأسرة أن تتبين على الرواية، ولكن إلقاء اللوم على الضحية دون تحقيق هذا غير صحيح. وهذا آخر ما توصلنا إليه من هذا الخبر. واللي أنا عايزة أقوله إن يا جماعة لازم اللي احنا نصاحب أولادنا، فلما يتقال لنا خبر زي كده لازم اللي احنا نتحرى عن هذا الخبر ونتحرى عن مصداقيته، مش اللي احنا من الأول للآخر نرمي اللوم على الفتاة دون النظر للمشكلة أصلا من البداية. شكرا لحضراتكم، وأرجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة.